على العموم خلينا ننتقل إلى كمان ضيف آخر في على الكنبة، لكن خلينا في البداية نعرف عنه ونعرض كليب لأبرز أو آخر أعماله. شكلك مش غريب طبعا ضم عدد من المشاهير، خالد الشاعر أحدهم، من الرياليتي شو إلى تقديم البرامج إلى مزيج من التمثيل والغناء في شكلك مش غريب. طبعا وضحت الصورة، زميلنا خالد الشاعر هو ضيفنا اليوم، لكن قبل ما نبدأ حوارنا معاه ونرحب فيه خلينا نتابع مقطع، وبعتذر منك يا خالد على المقطع. عرفتك، قاعد أحس خلينا نشوفه. منديرك بعيدة من بكاليك، منديرك بعيدة من سقس عليك، لا يظهر لما يمول العرق وتزين ديدي 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 دي هزن ديوا ديدي وا ديدي ديدي دي هزن دي اهلا وسهلا بنورك. انت ما حبيت المقطع انت ولا ما حبيته؟ يعني انتقدوك كثير، احنا ما جبنا شيء من عندنا، بس يمكن ما كان افضل اداء. علقوا كثير. ايه انت عاجبك ولا ايه مقتنع بادائك هنا؟ شوفي بقول لك شيء، اني اطلع واسوي شيء انا مو مقتنع منه معناته عندي خلل، معناته قبل ما كنت اي بالضبط. فلا انت عندك تعليمات معينه من 3 اساتذه، مسرح، اداء راقص، وصوت. ايوه. وانا اول مره امثل واغني فيه في حياتي كلها، في حياتي كلها. فواجبي كان ان التزم بالتعليمات. التقييم بعد الحلقه من الاساتذه ان انا عملت اللي قالوه بالضبط. الحين الشخصيات الثانيه تغيرت فيها التقييمات ممكن. أيوة. بس انا اعتقد لو سويت الشاب خالد بنفس الشيء بس في الحلقه رقم 8 أو 9 كان تغير. ايوه كان انت خلاص تعودت يمكن كمان على الاجواء والاشياء. نفس الاداء كان بتغير كلام الناس. لان اصلا انمزج الشخصيه الصعبه باللبس الغريب، بالشكل الغريب، بالاغنيه الصعبه، مع صدمه الناس ان خالد ايش قاعد يسوي بشكلك مش غريب. أيوة. رجع صباح الخير. اي طب ما هي هذه كمان، هذا السؤال ثاني. يعني عندنا احنا شفناك بشكلك مش غريب وبنشوفك يعني صباح الخير يا عرب كمان، ويعني انت اساسا بدات كمان عملت رياليتي شو كمان، وقبلها كنت تشتغل يعني صحافه. خالد الشاعر يعني ايش بيسوي بالضبط؟ ايش بتسوي؟ لا انا من 2005 اشتغل راديو في البحرين وتلفزيون البحرين، وبعدين وناسة، بعدين MBC FM، بعدين رياليتي شو، بعدين صباح الخير يا عرب. يعني فانا بدايتي كانت راديو. شكلك مش غريب بالنسبه لي كان فرصه اظهر جانب اخر مخفي سبب لي مشاكل، مش بس مع الناس، ما بقول مشاكل، سوء تفاهم. انه والله يا جماعه، واقصد فيه مثلا بعض المعنيين، ان انا ودي اطلع من اطار صباح الخير يا عرب الى نوعيه اخرى من البرامج مثلا. نعم. مستقبلا. والله يا خالد الناس تعودت عليك صباح الخير يا عرب وهاي هو البوكس اللي انت فيه. طيب ما انا عندي جانب اخر، طيب ما شفناه. اجى شكلك مش غريب في وقتها. الجانب الثاني طلع، الناس انصدمت صدمه ايجابيه. على فكره انا داخل البرنامج وحاط في بالي انه لو 50% رضوا الحمد لله. انصدمت انه بشكل عام، ويمكن لو تتابعين السوشيال ميديا وحتى التقارير اللي تعدها MBC كقناه محترفه، الاغلبيه راضيه ومصدومه صدمه ايجابيه. انه وين كنت مخبي هالشيء؟ الحين لما يكون عندي طموح او حلم لنوعيه اخرى من البرامج اقدر اقول هالشيء وانا مبتسم ابتسامه عريضه. ترى انتم شفتوني انه اقدر اغير. خلينا نشوف مقطع ثاني. يعني هذا مقطع انا يعني صدمتني فيه الحقيقه ايجابيا. طيب. خلينا نشوف. शामियाने के ताले है या सारे वाले ने लिया ज़माने के ताले है। आजा आजा जल्दी शामियाने के ताले है या सारे वाले ने लिया ज़माने के ताले है। जाया हो ظبطت المقطع هنا. وهاي كان احلى يوم لحد الحين في حياتي الاعلاميه. لان في هاي اللحظه، في الدقيقتين و40 ثانيه اللي طلعت فيهم في أميتاب باتشن، كسرت كل السلاسل والقيود اللي كانت
تفرض علينا للاسف في العالم العربي كمذيعين من نفسنا، مش من صناع القرار. احنا كثير نتاثر ان على اساس الناس ما تقول، عشان فلان ما يزعل، علشان ابوي ما، علينا قيود مو المفروض تكون موجوده. طبعا في حدود، بس قصدي القيود اللي احنا ما تخلينا نطلع مواهبنا. خالد الشاعر، هل سيعود لصباح الخير يا عرب بعد شكلك مش غريب؟ ايش رايك انت؟ ما ادري. شو بقول لك قصه قصيره اذا عندك وقت. استغربت من الكل، من الناس العاديين اللي من الجمهور ومن القيمين على الاعلام. اول سؤال او اول تعليق اول ما يشوفوني: خالد احنا انصدمنا بس مبسوطين. اوكي، هاي الاولى. الثانيه: راح ترجع صباح الخير يا عرب؟ طيب انا فكرت بيني وبين نفسي ليش هالسؤال يطرح؟ معناته المسج اللي كنت ابي اوصله وصل، ان شايفيني في شيء ثاني. عن نفسي معناه هو بيتي صباح الخير يا عرب. يعني الواحد حتى لو سافر فتره طويله ما رد بيرجع البيت، بس ما ادري هل برجع البيت قريب ولا لا، ما ادري. اوكي طيب، خليني ما حاشد عليك على هذا الموضوع، خلينا انقل على موضوع جاينا كثير على التويتات من وقت ما قلنا انك انت ضيفنا. خالد للحين متزوج اسيل عمران ولا لا؟ سؤال المليون هاي. هل انت متزوج اسيل؟ هل انت منفصل عن اسيل؟ احنا منفصلين. منفصلين متطلقين ولا منفصلين يعني سيبريشن زي ما يقولوا؟ هو عاد اللي ما بتزوج لبلبه كم مره؟ قلتي 7 مرات. احنا ما في مشكله لو تزوجنا مره ثانيه. يعني بتكون مرتين بس. بس يعني انتم طلقتوا، صار طلاق ورق. انفصال. انا مع الانفصال. مو كل شيء لازم يمشي حسب اهواء الناس. احنا ما نقدر نمشي على اهواء الناس، لان ما يصير انت تتربى في منطقه معينه وتدرس في مدرسه معينه، مدرسينك بثقافه معينه وتركيبتك بثقافه معينه، وتجي فجاه تطلع انت في تويتر وتحكم علينا لازم امشي بستايل حياتك. طيب انا ظروفي كانت مختلفه. انا مع الانفصال. لما اشوف ان الزواج راح يكون عائق امام الطموح العملي، واحس ان انا يوم من الايام اسيل وهي تطبخ في البيت ولا تغسل الصحون تشوفني بنظره ان انت وصلت اللي تبيه وانا بسبب الزواج ما قدرت اوصل لطموحي، ما راح اقدر استحمل هالنظره. اذا الانفصال كان عشان طموح اسيل، علشان نثبت اقدامنا. اعتقد حاليا خاصه في هاي الفتره بعد شكلك مش غريب وبعد اعمال اسيل الدراميه في رمضان هالسنه ثبتت الاقدام في الارض. عرفنا احنا وين في الدراما او في التلفزيون، فالظروف مؤاتيه. بس يعني حترجعوا لبعض؟ انا اتمنى. هي تتمنى؟ طبعا هي قالتها في احد البرامج الحواريه. قالت انه هي تبتر، يعني نتوقع يعني حنحضر فرح ما لنا غير بعض. شوف بقول لك ساره، احنا انت تعرفيني شخصيا. انا اعتقد من يعني من منطلق شخصي، افكار شخصيه، ان الانسان لا 99% في حالات البشر لا شخص هو توأم روحه في الدنيا. مو مع ان انا اترك شخص واروح ادور شخص ثاني، ولا اقدر اقول الكلام اللي كنت اقوله الاسيل اروح اقول لوحده ثانيه، ولا هي راح ترضى. وخاصه ان احنا مش اي اثنين، احنا اثنين انعرضت حياتهم العاطفيه على التلفزيون. فهي عارفه يعني قوه العلاقه اللي بيننا، فما اقدر اكرر نفس الكلام، ما اقدر اكتب شعر، ما اقدر اقول نفس كده. يمكن موضوع زواجكم نحن بناخذه بشكل شخصي الصراحه، يعني لان احنا سمحنا انه يطلع شيء على هالشيء على الهواء، لذلك انا ما عندي اي حساسيه انه يطرح الموضوع. طيب خلينا قبل ما نكمل نشوف هذه الصورة اللي وصلتنا يمكن لأصغر مشاهدي على الكنبة، ويبدو أنه لا أنا إيش هذا؟ ليش كده كل الأطفال ما بيحبوني؟ كل الصورة بالعكس حابة هو قاعد يتأمل. بس أنا كده كأني بطالع فيه كأني ما أحب الأطفال. والله أحب الأطفال. لا مبين أنك تحبين. أنا أحب الأطفال على فكرة. يعني حترجعوا إن شاء الله وتخلفوا كمان، يعني إن شاء الله. أنا ودي والله. إحنا جانا بيبي وتوفى عمره 5 أيام. صحيح يا شيف. لا ودي في الفترة الأخيرة عندي هالرغبة يعني. فيمكن. أيوه طيب خلينا يعني بدنا نستعرض معك مقطع ونشوف تعليقك عليه. خلينا طبعا احنا قد ذكرنا قبل شويه انه اعلام MBC لقوا نصيبهم الكافي والوافي من واي فاي. زميلنا بتال الجوز كان اخر الضحايا اليوم، ظهر في البرنامج مع سامي الجابر، طبعا في محاكاه للخلاف أو الخصام أو النقاش ما بين الشخصيتين، كيف كل واحد ما يحب يسويه، طبعا مع احترامنا الشديد للاثنين. خلينا نستعرض المقطع اللي حنأجل على التعليق عليه إلى يوم الغد، إما مع بتال أو مع الكابتن سامي. لازم تتابعونا بكرة عشان تعرفوا. خلينا نشوف. ضيفنا هو ذئب الملاعب. مساء الخير يا كوتش. أولا لا تكلمني، ما بيني وبينك حوار، لا مؤاخذة اكسكيوز مي، من مقابلة السنترة وأنت شاب علي. يا أخي وش بيني وبينك؟ متصدر لا تكلمني. قصدك متسطر لا تكلمني. عموما أستاذي في سؤال اللي يطرح نفسه. السؤال هو أنك حرصت تمام الحرص أن تزرع شعرك. إيش قصة الزراعة؟
يا اخي وش شابين عليها الشعر؟ شعر شعر، كل العالم يزرعون شعر، ما في الا انا. وبعدين وش قصه شعرتين زارعها؟ انا زارع اكثر من شعره. وبعدين انا ليش زارع؟ عشان عندي فكر كروي متقدم. وبعدين جوكم كله غبار وتراب، لذلك لازم احافظ على هذا الفكر الرياضي المهم. حبيبي احنا قلنا بس ممكن نحتاج الدكتور اللي انت زرعت عنده، لانه ما شاء الله حلو كثير اللي انت قاعد تسويه. الاعلام، يقال ان الكوتش يعشق الاعلام، ماذا تقول؟ اول شيء برد على سؤالك الاول، ليش انت محتاج تزرع شعر؟ داقن ذا الفازلين على شعرك، يعني ترى كل الناس عندهم شعر. وبعدين الاعلام مو بنا هم اللي يحبوني، كل الاعلاميين اخوياي، انت الوحيد اللي مدش بلاك علي. بكره حنعرف ايش المشكله تحديدا، بس خليني ارجع لك يا خالد، ايش رايك في واي فاي والتقليد؟ تزعل لو احد قلدك مثلا؟ بما انك بعد ما قلدت كل العالم في شكلك مش غريب؟ اي واحد يقول انه هو زعلان من تقليده في واي فاي غير شخص واحد في بالي يكون كذاب. الشخص اللي في بالك؟ اول شيء الكل ينبسط انه يطلع في برنامج هو يصنف الاول كمتابعه في رمضان حسب احصائيات السنه اللي فاتت، وهي فيها شهره مجانيه زياده على شهرته الشخص المشهور اللي طلع في البرنامج، فلا احد يكذب ويقول زعلان. بس شخص واحد اعتقد كان يبغى. واحد مين؟ بين في تويتر انه هو زعلان. ما تبغى واحد ولا واحده؟ هو الناس لا واحد. طيب ما تبغى تقول مين يعني؟ انت تبين اقول مين؟ قول اذا ما عندك مشكله. الشيخ العريفي يعني. بس اوكي. الجمهور يمكن كانوا هم زعلانين. يمكن هم اكثر بيعلقوا كانوا على الموضوع. طيب خليني اقول لك على موضوع ثاني، لما بنعمل مثلا يعني بحث في اسمك مثلا على جوجل، على طول بيطلع خالد الشاعر شيعي. هاي اول شيء بيطلع لك. ليش هذا التصنيف والاهتمام بشيعي او سني او وارائك السياسيه حتى الناس بتهتم بتصير بتحاول تأولها؟ انا بطلت سياسه، هي اول شيء. بس كتبت يعني جات كذا مره على تويتر. بطلت الحين. تبين اتعمق ولا؟ يعني قول انت هذا الشيء ضايقك ما يضايقك. لما طلع هي وهو في ناس انتقدتنا بشكل بناء، في ناس لا حبت تخوض حرب قذره. فايش بحريني معناته هو شيعي، خلينا نحاربه بالمذهب، مع ان انا ما اشوف فيها اي عيب ان الواحد ينتسب للمذهب الشيعي او السني او اي مذهب من المذاهب الاسلاميه، وحتى اي دين، كل واحد حر في نفسه، لكم دينكم ولي دين. فانا فضلت ان اسكت رغم ان انا سني. ليش؟ لاني اذا نزلت لهالمستوى وقلت ان انا سني معناته هم قدروا ان يستدرجوني الى الوحل الطائفي. سكت فتره بس بعدين صاروا يربطون بعض ارائي السياسيه اللي فيها انتقادات عاديه لبعض الوزارات او بعض القائمين في البحرين ان بينتقد لانه شيعي. لا، فانا في لحظه غضب اضطريت ان انا اقول لا انا سني وانتقد. انا من عائله سنيه معروفه في البحرين، ولو كنت شيعي ما راح اخفي هالشيء، لان كل واحد حر في مذهبه وفي دينه. صحيح. وفي النهايه انا امثل نفسي، ما امثل عائلتي ولا مذهبي. خالد بنشكرك على وجودك معنا دائما لاخر قطره نحن بنتكلم في البرنامج.